عمليات استطلاعية ودعم قطاعات أمنية في كربلاء استعدادا لزيارة ال40 حيث شملت صحراء كربلاء والجزيرة والأنبار ضمن محاور تأمين الزيارة وضمان سلامة الوافدين. جاسم الهميم والتفاصيل. كذلك صحراء النجف كربلاء. باشرت عمليات كربلاء جولة ميدانية لتفقد القطاعات الأمنية في المناطق الصحراوية غرب كربلاء استعدادا لزيارة ال40، حيث أكدت القيادات الأمنية استعدادها الكامل عبر عمليات استطلاعية ودعم القطاعات الأمنية ب3 محاور موزعة على نقاط متعددة، وذلك لضمان تأمين الزيارة المليونية حتى آخر يوم منها. احنا بالنسبة لنا قبل الخطة نفذنا واجبات السباقية. هذه الواجبات السباقية محيط كربلاء بالكامل، يعني المناطق المجاورة مع محافظة بابل وكذلك مع نجف صحراء النجف. احنا اليوم حاليا في صحراء الأنبار، حاليا في منفذ عرعر السعودي على الحدود العراقية السعودية. اليوم الواجب عدة محاور، المحور بأمرة آمر لواء المغاوير على الرزازة، ومحور بأمرة لواء 33 بالمنطقة المحصورة بين الرزازة والنخيب، ومحور فرقة العباس القتالية، وكذلك فرقة محور للواء 41. حاليا احنا في منفذ عرعر. اليوم اللواء 41 وفرقة العباس القتالية راح تقدمون ب4 محاور باتجاه صحراء الأنبار تقريبا 40 كيلومتر. راح نرصد كمائن ودوريات. هذه العملية تشترك بها جميع القوات، حتى طيران الجيش، القوة الجوية، الدوائر الأمنية الاستخباراتية. هذه العمليات تبقى مستمرة إلى نهاية الزيارة لتأمين محيط كربلاء بالكامل إن شاء الله. العمليات شملت صحراء كربلاء والجزيرة وصحراء الأنبار بالتنسيق مع جميع صنوف القوات الأمنية، بما في ذلك الحشد الشعبي، وقد تمركز الحشد في محاور أساسية لتأمين الحدود الإدارية للمحافظة مع وضع نقاط أمنية لضمان سلامة الزائرين الوافدين لأداء مراسم زيارة ال40. حقيقة قاطع فرقة العباس القتالية من الفاج إلى النخيب حول النخيب، مسافة القاطع 70 كيلو. على يسارنا راح يكون لواء 41، وبقربنا يكون بالضبط الفوج الثاني، وعلى يميننا لواء 33. هذه العمليات هي عمليات استباقية لحماية الزوار من أي حركة للعدو، وأيضا لدينا معلومات استخباراتية أنه أكو تحرك للعدو. وبالنسبة لقطاعاتنا مستمرة تقريبا قبل 4 أيام 5 أيام لحد نهاية الزيارة تبقى هذه العمليات مستمرة. الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت على محاور مدينة كربلاء نجحت في عزل المخاطر، مما يجعل المدينة جاهزة لاستقبال الزيارة المليونية بأمان. من كربلاء، جاسم الهميم، التغيير.